السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنعلمك كل اللي أنت محتاج تعرفه عن استضافة المواقع الإلكترونية. يعني إيه استضافة؟ الاستضافة هي المكان اللي بتخزن عليه موقعك الإلكتروني على الإنترنت، والمكان ده بيكون عند شركة أنت بتأجره منها، بين قوسين السيرفرات. إيه الفرق بين الاستضافة والدومين؟ الاستضافة ده البيت اللي فيه ملفات موقعك، لكن الدومين ده عنوان البيت اللي فيه ملفات موقعك. وكنا اتكلمنا عن الدومين في حلقة سابقة. أنواع الاستضافة: عندنا أول حاجة الاستضافة المشتركة، وده النوع الأشهر والأرخص، وبيتم فيه استضافة أكتر من موقع على نفس السيرفر أو نفس البيت، مناسب للمواقع الصغيرة والمبتدئة. عشان المعنى يوصل ممكن نقول إن هو زي ما تكون ساكن في عمارة ومعاك جيران كتير، كل واحد ليه شقته بس قاعدين في نفس العمارة. تاني نوع معانا هو الاستضافة الخاصة أو ال VPS hosting. ده بيكون عندك جزء مخصص من السيرفر بتاعك لوحدك، وبتاخد موارد أقوى من الاستضافة المشتركة. تعتبر حل وسط بين المشترك والمخصص. عشان المعنى يوصل كأنك ساكن في شقة مستقلة في دور لوحدها في عمارة، فانت واخد الدور كله من العمارة، فليك خصوصية أكتر ومساحة أكتر. الاستضافة المخصصة، وده سيرفر كامل مخصص ليك انت بس، بدون أي مشتركين، لكن بيكون أعلى في الأداء والسعر والمرونة. عشان المعنى يوصل كأنك اشتريت فيلا كاملة أو عمارة كاملة، كل المساحة والموارد ليك انت لوحدك. الاستضافة السحابية، موقعك في الحالة دي مش بيكون على سيرفر واحد، بيكون على شبكة من السيرفرات المحلية، بتتميز بالمرونة العالية والسرعة والقدرة على التوسع. عشان المعنى يوصل تخيل انك عندك اكتر من فيلا، ولو فيلا حصل فيها حاجة فبتروح للفيلا اللي بعدها. هو ده اللي بيعمله موقعك مع السيرفرات. في انواع تانية من الاستضافات لكن دول اشهرهم. شكرا لكم على المشاهدة. السلام عليكم.